السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ رب تكونوا بخير. معكم منار وأكل بيت على يد الإيد. النهاردة عملنا حل الكنافة بالجيلي والكريم شانتيه. بصراحة كان جميل جدا ما شاء الله. شايفين كده شكل الكوباية؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى ندوق مع بعضنا بقى كده. شايفين الجمال؟ الكريمة مع الكنافة بقى طعمها روعة. شايفين الجمال ما شاء الله. بصوا الطريقه جوه بقى في الفيديو، طريقه بسيطه وسهله خالص. فرحي اولادك، كل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. يلا يا حبايبي. شوفوا يا حبايبي، احنا معانا بقى 3 مجات من ميه، معيار ميه من بتاعه الشاي. المجات بتاعه الشاي طبعا هوريها لكم دلوقتي. اول حاجه كده معانا بقى جيل الفراوله زي ما قلت لكم كده. معانا باكيتين جيل الفراوله. هنبدا نحطهم بقى كده وهي الميه بتغلي يا حبايبي، عشان طبعا هنقلبهم هيذوبوا. دي اول حاجه هنعملها ان شاء الله. يبقى 3 كوبايات ميه هنغليهم. هنحط الباكيتين جيلي فراوله، جيلي مانجا، خوخ، مشمش، اللي انت عايزاه هتعملي بيه، اناناس، اي حاجه، بطيخ، اي نوع انت بتحبيه. هيدوب بقى كده. ونبدا نضيف مج ميه واحده بس كمان لما نطفي النار ان شاء الله. كده بقى غلط. هنطفي النار كده، طفينا النار. ومعانا بقى المج بتاع الشاي هنضيفه. ونجيب بقى الكاسات بتاعتنا، الكوبايات بتاعتنا، اي حاجه هتعملي فيها، البولات، اي حاجه هتستعمليها. معانا الكوبايات بتاعتنا طبعا. هنبدا بقى نوزع حاجات بسيطه كده في الكوبايات. وهندخلهم التلاجة. وبعد كده هنرجع للطريقه التانيه. معانا بقى حوالي ربع كيلو كنافه، حطيناه في الفريزر قبلها بيوم. طبعا نعمناه كده، مطلعناه على طول من الفريزر، نعمناه بالمنظر ده. تمام. هنحط معلقتين سكر، وهنضيف حوالي ربع كوبايه سمنه، اي نوع سمنه، زبده، اللي انت حباه. نحط ربع كوبايه كده. نشرب الكنافه والسكر كده السمنه، علشان طبعا تحمر معانا بسرعه في الفرن، في شوايه البوتاجاز او في الفرن بقى الكبير اللي عندك، مفيش مشكله. هنحمرها كده ان شاء الله ونرجع لكم. بس بعد بقى ما الكنافه تشرب السمنه بقى كده، دي اهم حركه عشان تحمر معاك وتبقى لون واحد كلها. نرجع لكم ان شاء الله بعد ما نحمر. تحت الشوايه تحت البوتاجاز طبعا. واعملي برده زي انت كمان. بسم الله ما شاء الله. شايفين لونها بياخد اهوت. وبعد تقلب بقى حبايبي عشان يطلع لونها كلها واحده. كده حبايبي عايزين اللون ده، اللون الاصفر الذهبي ده. طبعا هي لونها الكاميرا والله بصراحه ظلماها، لونها اصفر ذهبي ما شاء الله. عايزين اللون ده، وهنفضيها بقى في طبق ونرجع لكم نشوف. دي كده حبايبي الكنافه. بسم الله ما شاء الله. شايفين لونها جميل ما شاء الله. هنيجي بقى مع بعضنا نعمل كريمه. معانا 5 معالق كريم شانتيه، ومعانا حوالي 4 معالق سكر طبعا عشان هي ما فيهاش سكر. ومعانا كوبايه حليب من الكبيره اللي هي تحت الميه. وهنضرب كده ونشوف تحتاج حليب ولا لا. بالمنظر ده يا حبايبي كده. هندخلها التلاجة بقى ونرجع تاني مع بعضنا. هنعمل الكاسات مع بعضنا. احنا جبناها كده بعد الجيلي طبعا في الكوبايات ما اتمسك. طبعا لو حابين تحطوا سيرم على الكنافه حطوا. انا استكفيت بالسكر اللي حطيته ليه، فكده كويس قوي. هبدا كده ان انا اوزع شويات كده الكوبايات كلها. طال الطبق بقى هتكون كريمه ان شاء الله يا حبايبي زي ما قلتلكم كده. هنظبطها بالمعلقه. هنرجع تاني نحط طبقه كنافه، طبقه كريمه زي ما قدامكم كده. هنبدا بقى كده بعد ما حطينا بقى الكنافه، هنبدا بقى نحط طبقه كريمه كمان، طبقه خفيفه كده داير ما يدور طبعا عشان لسه فاضل الفراوله. شايفين الجمال ما شاء الله. معانا طبعا الفراوله متقطعه مكعبات بالمنظر ده. وهنبدا نحط كده على الوش. هنوزع بقى الفراوله كده على الكاسات.
طبعا انا حطيت الجيلي الباقي في التلاجة لحد ما جمد كده حاجه بسيطه، فككته من بعضه لان طبعا مش هياخد وقت بقى في التلاجة ان شاء الله. واحنا بندخلها كده نجمدها تاني، وهنبدا نوزع كده جيلي تاني على الوش، حاجات بسيطه بقى كده. دي بقى اللي هتمسكنا بقى الفراوله وهتخلي طعمها جميل. كده يا حبايبي بالمنظر ده بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر؟ شايفين الطبقات؟ طبقتين كنافه وطبقتين كريمه، بصراحه المنظر روعه ما شاء الله. انا بقول لكم بقى كده هندخله بقى التلاجة حبايبي كده. بكون بفتكم فيديوهاتي، لما بتكون فيديوهاتي بتعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من يوم ونهار. واي حد عايز نعمل له اي حاجه يتفضل يكتبها لي في الكومنتات. شكرا كتير على حبايبي اللي منوريني في العروض، منوريني في قناتي. شكرا كتير لكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.